ليه نعمل اختبارات؟ سؤال مهم جدا وبيجي في دماغنا كلنا كأولياء أمور. أنا ليه هروح أدفع مبلغ قد كده وأعمل اختبار؟ ليه ابني يقعد حد يفحص ويمحص فيه ويطلعوا لنا مشاكل احنا في غنى عنها اصلا، وهو الواد زي الفل بيتكلم وبيقول حاجات وكده. هي ساعات بس المدرسة، ساعات هو لعب شوية. اعمل انا اختبارات واتعب نفسي ليه؟ الإجابة: أنا هعمل اختبارات عشان ابني وأنا كمان كأهل أعرف ابني أحسن، أعرف نقط قوته وأعرف نقط ضعفه، بدل ما أنا طول النهار بصرخ وبصوت على حاجات ممكن تكون أصلا نقط ضعفه. فبالتالي أنا بهد فيه بدل ما أنا أكون فاهمة إن أنا بربي فيه. السبب التاني المهم قوي ان انا لو طالب كبير اعرف نفسي. فانا لو طالب مثلا في اولى ثانوي، في اعداديه، ابتدي اعرف نفسي ايه نقط القوه بتاعتي وايه نقط الضعف بتاعتي. فبالتالي لما اروح اطلب مساعده من مدرس هبقى عارف انا بطلب ايه. ابقى عارف انا عايز الحاجه الفلانيه مثلا متلخصه شويه، انا عايز الحاجه الفلانيه يكون فيها صور. ليه؟ لان انا عارف ان انا الناحية القوية اللي عندي هي الحاجات المصورة أو المعلومات اللي بتجيلي عن طريق حاجة مصورة أقدر أشوفها أو أقدر أتعامل معاها. لما أدخل الجامعة كذلك أقول للمعيدين أنا محتاج أسجل المحاضرات مثلا علشان أنا بحتاج أسمعها تاني، لأني مرة واحدة بالنسبة لي بتكون مش كفاية. تقدروا تساعدوني إزاي؟ دي أهم حاجة، إن احنا نخرج جيل حقيقي فاهم وواعي هو ايه نقط قوته وايه نقط